نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد انتقدت الحكم الصادر بحق الصحفي حميد المهدوي، مشيرة إلى أن جميع الحريات في خطر في المغرب وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي. وأكدت أن الصحفي قد يخطئ أحياناً في بعض التقديرات، ولكن هذا لا يبرر استغلال السلطة أو معاقبته بهذه الطريقة القاسية. وأوضحت أن هناك محاولات للانتقام من المهدوي من خلال غرامات ضخمة أو محاكمته، وهو ما لا يعكس العدالة بل مجرد انتقام. منيب اعتبرت أن هذا نوع من العدالة الانتقامية وليس العدالة التي تهدف إلى إحقاق الحق، وأكدت أنها تتضامن مع المهدوي في محنته، وأشارت إلى أن القضاة خاصة الشباب منهم يجب أن يتحلوا بالشجاعة ولا يخافوا من الضغوط، لأن العدالة هي أساس كل مجتمع. وذكرت أن وزير العدل كان قد دافع عن مجرمين كبار وسمح لهم بالهروب من العدالة، لكنهم الآن خلف القضبان بعد تدخل العدالة الدولية. وفي الختام طالبت منيب وزير العدل بالتركيز على مشروع إصلاح العدالة بدلاً من الانشغال بالأمور الشخصية، معتبرة أن الوزارة يجب أن تهتم بتطوير العدالة بدلاً من الانتقام. من أجل المزيد من الأخبار المرجو الاشتراك بالقناة.